انتوا عارفين الجراح العالمي، وانا بقول اسمه على الملأ لان هو ذكر قصته مرارا وتكرارا. الجراح العالمي الاستاذ الدكتور علي حسيب، انا احبه جدا جدا في الله ومتابعه على اليوتيوب. دكتور علي حسيب ده من اكبر جراحين القاهره. دكتور علي حسيب ده كان بعيد جدا 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 عن ربنا. تخيل حوالي 3 من الدعاة جابوا رجله ازاي، تخيل. وطبعا الناس الكبار دول طبعا هو استاذ انا دخلت اشوف له محاضرات على اليوتيوب لقيته بيتكلم بالانجليزي مش فاهم حاجه. المهم قعدت اقلب كده لقيته لابس جلابيه وطاقيه وبيبص بيعلمك كيف تكون الدعوه الى الله. الراجل ده تابع على يديه الوفات مؤلفه من البشر وسافر الى خارج جمهوريه مصر العربيه يدعو الى الله سبحانه وتعالى. طب ده جه ازاي؟ طبعا الناس الكبار دول مش هتعرف تقابلها، هو بينزل من العياده يركب السياره يمشي، ناس مهم جدا وممكن تلاقي معاه 2 بودي جارد والكلام ده. طب ده يجيبوا رجله ازاي؟ المهم 3 من الدعاة اتفقوا ان هم يشوفوا دكتور علي حسيب موجود في العياده بتاعته امتى. المهم طلعوا مع السكرتيره بتاعته عنده فوق، فقالوا لها هو الكشف بكام؟ قالت لهم ب 150 جنيه. كل واحد فيهم دفع كام؟ دفع 50 جنيه. ده هم كانوا فقراء جدا بس خلاص تجاهد في سبيل الله بنفسك وبمالك. كل واحد دفع 50 جنيه وقاموا دافعين حق التذكره. قالوا انتوا هتيجوا بعد حوالي 3 شهور. شوف الحجز بعد 3 شهور. تمر 3 شهور وجا الميعاد. المهم طلعوا فبيقولوا السكرتيره هو المريض اكتر حاجه ممكن يقعدها عند الدكتور جوه قد ايه؟ قالت لهم اقصى حاجه ربع ساعه. ربع ساعه. قالوا له حاضر ماشي. المهم جه ميعادهم، دخلوا هم ال3 سلموا عليه، فبص لهم كده خير فين المريض؟ لا والله ما فيش فينا حد مريض. طب انتوا قاطعين كشف وجايين تكشفوا؟ قال له بصراحه يا دكتور احنا بنحبك في الله، احنا بنحبك في الله جدا جدا من زمان، وعارفين ان وقت حضرتك ضيق جدا ونفسنا ان احنا نقعد نتكلم معاك كتير وتجيلنا المسجد، بس طبعا احنا عارفين ان وقت حضرتك ضيق جدا، فاضطرينا ان احنا ندفع كشف. والسكرتيره قالت لنا ان انتوا معاكم ربع ساعه واحنا لن نتعدى ابدا الربع ساعه عشان حقوق الغير والناس اللي قاعدين بره، واحنا كنا جايين نكلمك يعني شويه فتأذن. قال لهم أذن جدا يعني. المهم في الربع ساعه قعدوا يكلموه عن رب العالمين سبحانه وتعالى ويدلوه على طريق الهدايه. وقعت الهدايه في قلبه، وقعت الهدايه في قلبه، بكى وقال لهم انا بحبكم جدا، فين المسجد بتاعكم وانا اجيلكم. المهم بعد ما الربع ساعه خلصت هم قاموا وقفوا وبيستأذنوا بقى عشان يخرجوا. فالدكتور علي قال لهم لا اقعدوا بس معايا، او الناس اللي بره دول انا مش هروح الا ما اكشف عليهم، بس اقعدوا معايا كلموني كمان. لا والله انت مش هينفع ناخد حق غير